بنسمع دايما عن مصطلح تطور الشخصية أو character development. ولكن يعني إيه تطور الشخصية؟ تطور الشخصية هو يعني إن الشخصية اللي بتبدأ معاها الفيلم أو المسلسل أو اللعبة أو أيا كان العمل الفني هو إيه. الشخصية دي بتبدأ بطريقة تفكير ومعتقدات وفلسفة معينة في التفكير وأهداف، وكل الحاجات دي بتتغير مع نهاية العمل الفني. ولكن الموضوع ده ما لازم يحصل بالتدريج، ما يحصلش فجأة كده خبط لزق الشخصية اتغيرت، زي مثلا ما حصل مع شخصية كنود في انمي فيلاند ساجا اللي شفناها في بداية المسلسل. شخصية مدللة جبانة فجأة وفي مشهد غبي جدا بتتحول لشخصية يعني عندها كاريزما وشخصية قائدة. ودوت يدل على ضعف الكتابة، وان هم يعني ملقوش حجة ان هم يغيروا بيها الشخصية فجأة اتغيرت. دي السلبية الوحيدة تقريبا اللي في انمي فيلاند ساجا. وعلشان الشخصية تتطور لازم يكون كتابة الشخصية حلوة، يعني الشخصية يكون عندها أهداف معينة وثوابت معينة، ومع مرور الوقت في العمل الفني بتبدأ ثوابت الشخصية ديت بتتكسر. يعني الشخصية بيكون عندها معتقدات معينة، حاجات معينة عارفاها، انت بتبدأ بتكسر المعتقدات والثوابت اللي عند الشخصية ديت بان انت تصدم الشخصية بالأحداث اللي في العمل الفني، فبالتالي الشخصية طريقة تفكيرها بتتغير. فهو دوت تطور الشخصية الصح، ومثال جيد جدا على كده هو شخصية سورفين من انمي فيلاند ساجا. شخصية سورفين في انمي فيلاند ساجا بنشوف ان هي بتبدأ الانمي طفل صغير عنده هدف ان هو يكون محارب زي ابوه، عنده هدف ان هو فاكر يعني ان مسكة السيف وان يكون ان انت تكون محارب هي دي الرجولة، هي دي الشرف. ولكن بعد كده بنشوف اول صدمة في حياة سورفين وهي موت ابوه قدام عينيه بغدر. بيبقى يعني عنده تراست ايشوز حرفيا، فاللي هو الشخصيه يعني بيقسى على نفسه، يعني بيتعلم تحت ايد اللي قتل ابوه علشان يحقق هدفه. بيقعد 24 حلقه عايش مع اللي قتل ابوه علشان يقتله في نزاع شريف، نزاع نزيه. وبنشوف ان هو بيفشل في الهدف دوت في النهاية، وان شخصية اشيلات بتموت ولكن على ايد حد تاني واللي هو كنوت. وهنا بنشوف صدمة تانية للشخصية اللي بتغيرها للمرة التانية. شخصية سورفين بنشوف ان هو شايف ان خلاص حياته مبقاش ليها قيمة، لان الثوابت اللي عنده او المعتقد اللي عنده ان هو حياته كلها متمركزة حول ان هو يقتل اشيلات دلوقتي مات، انا ايه لازمتي في الدنيا، انا هعمل ايه دلوقتي. ونشوف فترة ضياع لسورفين. يعني سورفين يعني بيزهد اصلا الدنيا، مش بيبقى عايز ان هو يعيش. بنشوف ان هو بقى عبد في مزرعة، بنشوف حياته في المزرعة اللي الناس كتير بتنتقد الفترة دي من المسلسل ولكنها احسن فترة من وجهة نظري في المسلسل ككل. بنشوف ان سورفين بيعيش مع ناس ويعني كتير جدا يعني بيشوف حياتهم، فكره بيتغير لما بيعيش الحياة المسالمة ديت. بيكون يعني بقى بيوصل لهدفه الأجمل في المسلسل، وإن هو عايز يكون عالم من غير حروب، من غير نزاعات، من غير يعني صراعات ما بين البشر، من غير عبودية. ودوت الجميل في فيلاند ساجا، الرسالة العظيمة جدا في الانمي دوت. ودوت كل الكلام اللي انا قلته دوت بيدل على الكتابة العظيمة جدا للعمل دوت. ان احنا بنشوف شخصية سورفين في بداية العمل من شخص شايف ان مسكة السيف وسفك الدماء هي الشرف لشخص have no enemies. مثال تاني وهو شخصية مايكل كورليون من سلسلة أفلام جاد فازر. في فيلم جاد فازر الأول بنشوف إن مايكل هو الولد المدلل في العيلة، الولد اللي مش منخرط في أعمال المافيا مع عيلته. وبنشوف إن هو كمان كان مشارك مع الجيش، وإن هو يعني مش راضي عن الأعمال اللي عيلته بيعملوها دوت. زي مثلا ما قال لحبيبته كيت إن دول عيلتي، دول مش أنا مش زيهم. ولكن مع إصابة الدون فيتو كورليون هنا بنشوف بداية تحول مايكل للشيطان اللي شفناه في جاد فازر بارت 2. بنشوف ان مايكل هو اللي بيقتل زعيم المافيا اللي حاولت ان هي تقتل ابوه. بنشوف ان هم بيهربوه على صقلية في ايطاليا. وهنا بنشوف ان مايكل بيتعرف على حبيبته وان هو بيتجوزها. وهنا الصدمة لشخصية مايكل اللي بتغيرها، كسر الثوابت عند الشخصية وكسر المعتاد، كسر ان هي اكتر حاجة هو كان بيحبها وعايش عشانها وهي حبيبته
اللي بتتقتل. وهنا مايكل بيتغير تماما، مايكل بيكون بارد المشاعر جدا من بعد اللحظة ديت. بنشوفه الى نهاية السلسلة كاملة. مايكل هنا اتقتلت كل يعني مشاعر مايكل، لان هنا وبعد المشهد دوت بنشوف مايكل اتكسر. مايكل خلاص مبقاش مايكل اللي احنا عارفينه المدلل اللي هما اخواته كانوا بيتريقوا عليه ان هو ما يقدرش يذبح فرخة. بنشوف ان هو بيمسك المافيا بعد ما ابوه بيموت واخوه كمان سوني بيموت. بنشوف ان هو بيسيطر على مجال المافيا، بيكسر قواعد والوصايا اللي ابوه له ان هو ما ياخدش اي حاجة على المحمل الشخصي. بنشوف ان هو كمان بيطرد توم هيجن من العيلة وبيخرجوا خالص بره اعمال البيزنس بتاعة المافيا. بنشوف كمان ان هو بيقتل اخوه بعد ما بيكتشف ان هو الخاين، فهو كده كسر برضو الوصية والامر اللي ابوه قاله هو ان العيلة هي اهم حاجة. وهنا مايكل حرفيا بقى شخصية باردة وجامدة بدون مشاعر. وبتشوف ان طبعا الصمت والسكوت اللي كان فيه مايكل دوت بيتكسر مع موت بنته. وهنا دي الصدمة الثالثة في شخصية مايكل في المشهد اللي كان عظيم جدا بتمثيل الباتشينو لما بنته ماتت. المثال الثالث والاخير شخصيه ايرين ييجر من انمي اتاك اون تايتن. شخصيه ايرين بنشوفها في بدايه المسلسل ان هو شخص كل هدفه هو الحريه، ان هو يشوف ما وراء الجدار اللي محبوسين فيه، وان هو زهقان من الحياه اللي هما فيها، لان العمالقه بتقتحم الجدار دوت وبتدمر المدينه بتاعته وتدمر حياته وبتقتل امه. وهنا ايرين بيكون اول هدف في حياته ان هو عايز يتخلص من كل العمالقة، وانه عايز يكشف الاسرار اللي سابها له ابوه. ولكن ايرين في اول 3 مواسم يعني تقريبا كان مكروه شوية من الفانز، لان هو كان شخصية المندفعة الغبية اللي متفكرش، اللي هي تعتبر العضلات وخلاص. وكان دايما بيعيط كل ما تحصل اي مشكله، وميكاسا هي اللي بتيجي تخلص المواضيع. ولكن بنشوف شخصيه ايرين بتتحول تماما في الموسم الرابع. تقول لي استنى، انت قلت لنا ان الشخصيه لما تتحول فجاه ده بيكون شيء غير منطقي وبيكون بيدل على كتابة ضعيفة. ولكن هنا عبقرية إسهامة بيغير لك شخصية إيرين مرة واحدة، بيخليه شخصية غامضة بالنسبة لك، انت مش عارف هو بيفكر في ايه، انت مش عارف هو عايز يعمل ايه، بيخليك خايف من التصرف الجاي اللي هيطلع من شخصية إيرين. لحد ما بنشوف كام تويست من إسهامة لوز اللوز. ولكن هنا بنشوف شخصية إيرين ليه هي كانت صامتة كل الصمت دوت. الشخصية ديت طلعت بتشوف الماضي والحاضر والمستقبل في نفس الوقت. ونشوف تحول شخصية إيرين لما بيعرف الأسرار، وده كان كسر للثوابت اللي عن شخصية إيرين، ان هو فاكر ان العمالقة دول هم اتولدوا كده عمالقه وجايين يدمروا حياتنا. لكن هو دلوقتي هو عارف ان إلديا هي العمالقه شعب وهم اصلا العمالقه، وعارف ان مارلي هي العدو ليه وان العالم هو العدو ليه. بيضطر ان هو عايز يدمر العالم وان هو يقتل البشريه كلها، فدا اصدقائه، فدا عيلته، فدا إلديا، واللي بالمناسبه هنعمل عنها فيديو منفصل، فاتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه عشان يوصل لكم اول لما ينزل. والمهم ان احنا بنشوف شخصيه إيرين من شخص عايز يدمر كل العمالقه لشخص عايز يدمر البشريه. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندي النهارده. وما تنساش لو الحلقه عجبتك تدوس لايك، ولو عايز تشوفني تاني اشترك في القناه، والسلام عليكم.